بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد من برنامجكم أعلام القرآن. والعلم الذي نحن بصدد الحديث عنه ذكره الله جل وعلا ذما في القرآن، وهو السامري الذي هو من بني إسرائيل كما هو معلوم. قال الله جل وعلا لنبيه موسى عليه السلام: وأضلهم السامري. إذن نحن أمام شخصية رجل ضال ومضل في نفس الوقت. سنتحدث عن الزمان والمكان والفتنة التي تلبس بها السامري. فأما الزمان فقد كان هذا بعد خروج موسى عليه السلام وبني إسرائيل من أرض مصر. كان بعد خروج موسى عليه السلام وبني إسرائيل من أرض مصر عندما نجاهم الله وأغرق آل فرعون وبنو إسرائيل ينظرون إليه. بعد ذلك، بعد أن نجا موسى عليه السلام والمؤمنون الذين معه، طالبه الله جل وعلا بأن يدخل الأرض المقدسة، لكن قومه أبوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلجأ إلى ربه يحتكم إليه، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فالأحداث التي سنتكلم عنها الآن تمت بعد خروج موسى وقومه من أرض مصر، وقبل دخولهم الأرض المقدسة على يد يوشع بن نون، في حياة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، أي أنها من حيث الزمن بعد الخروج، ومن حيث المكان في أرض التيه، في أرض التيه في الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حددنا الآن المكان والزمان. في تلك الحقبة وعد الله جل وعلا موسى، فسبق موسى قومه إلى ميقات ربه، وتعجل كل ذلك طلبا لرضوان الله: وعجلت إليك ربي لترضى. وجعل هارون، أي جعل موسى أخاه هارون خليفة له في بني إسرائيل: فأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وهو يوصيه. هارون أكبر من موسى، وكان محبوبا جدا عند بني إسرائيل لرقة طبعه ورفقه بهم. في تلك الفترة أو في تلك الحقبة التي ذهب فيها موسى لربه لميقات ربه، جاء السامري هذا، وهو رجل من بني إسرائيل، نجا معهم. جاء إلى صنم، إلى صياغة الذهب التي كانت في يد بني إسرائيل. هذه الحلي من أين حصل عليها بنو إسرائيل؟ حصلوا عليها قبل أن يخرجوا من أرض مصر. فإن بني إسرائيل لما أراد الله جل وعلا أن ينجيهم أمرهم أن يتخذوا بيوتهم قبلة، فقيل في معنى قبلة متقابلة. فأراد بنو إسرائيل، والعلم عند الله، أن يعموا على قوم فرعون خروجهم، فكانوا يستعيرون منهم حلي. فبنو الأقباط الجيران لبني إسرائيل يعطون بني إسرائيل الحلي من الذهب والفضة، فجمعوها. فلما أخبروا بضرورة الهجرة وترك مصر حملوها. ولهذا قال الله: ولكننا حملنا أوزارا، أي أثقالا، من زينة القوم، أي قوم من الأقباط. فحملوها معهم إلى أرض التيه، لأنهم لم يستطيعوا أن يردوها إلى أصحابها. هذا السامري قال عن نفسه بعد أن صنع لهم العجل، قال لهم عياذا بالله: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أي أن موسى لم يعرف ربه ونسي أين مكانه، وهذا هو إلهكم. وجعل لهذا العجل صوتا يخرج منه. يبقى احتمالان: الاحتمال الأول، هل خروج الصوت بناء على طريقة في الفتح والإغلاق، يعني تدخل الريح الهواء من جهة وتخرج من جهة تحدث صوتا؟ هذا وارد. وحال أخرى أن يكون أنه
قدر له أن يجعل لهذا العجل المصنوع من الزينة صوتا، فإن قال قائل كيف تم ذلك وإن كنت أراه مرجوحا لكنه مذكور، هذا نؤخر الكلام عنه. لماذا؟ لما ذهب موسى إلى ربه قال له ربه وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، فأخبره الله فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فالله جل وعلا هنا شاهد وأخبر أن السامري ضال، وكفى بشهادة الله شهادة. فرجع موسى غضبا أسفا غضبان أسفا كما قال الله، فبادر أول الأمر إلى أخيه يجره إليه يعنفه يعاتبه، كيف يقع هذا وأنت موجود؟ فاستعطفه هارون وذكره بأن هناك رحما يجمعهم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، مع أن هارون قام بواجب النصح على أكمل وجه وحذرهم من الشرك بالرب تبارك وتعالى ونصحهم كما أخبر الله جل وعلا في القرآن. هنا التفت موسى إلى السامري وسأله فما خطبك يا سامري؟ وأنا قلت أنني أرجعت الجواب، قال بصرت بما لم يبصروا به، أي ظهر لي ما لا يظهر لغيري، وأرشدت فيما أحسب إلى ما لم يرشد إليه غيري، فقبضت قبضة من أثر الرسول. أي رسول؟ جبريل. فجبريل كان على فرسه يوم نجى الله موسى من آل فرعون. فهذا السامري يقول أنا نظرت إلى جبريل ومواقع حافر فرسه، فأخذت تلك القبضة واحتفظت بها، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. ثم أخذ الحلي التي جمعها بنو إسرائيل كما حررنا سابقا وجعلها في نار حتى ذابت، ثم مزجها بالقبضة التي قبضها يزعم أن الحياة ستدب فيها، ثم أخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هذا تعبير القرآن، عجل معروف صغار البقر، جسدا أي لا حياة فيه، لأن من تأمل القرآن يجد أن الله إذا ذكر كلمة جسم يتكلم عن مخلوق تدب فيه الروح. فالله جل وعلا يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يتكلم عن المنافقين، والمنافقون ذو أرواح، لكنه عندما تكلم عن هذا العجل قال جسدا ولم يقل جسما لأنه لا روح فيه. ولما تكلم عن طالوت قال وزاده بسطة في العلم والجسم ولم يقل في الجسد، لأن الجسد في القرآن يطلق على ما لا روح فيه. قال الله وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فهنا قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي على هيئة عجل له خوار أي له صوت. وقد قلت إنه يحتمل أن يكون من طريقة دخول الهواء وخروجه، وقد يكون كما زعم السامري، وإن كنت أرجح الأول. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فعاقبه موسى بأن قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي تصبح منبوذا متروكا لا يتعامل معك أحد، تخرج من بين أظهرنا. هنا وقفة تأمل في النظر، ليست وقفة تأمل في الأثر، ولك أن تتقبلها أو أن ترفضها، لكن قال بها بعض الفضلاء وأقول لها حظ من النظر. موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى قومه قد أشركوا ألقى الألواح، ولما رأى أخاه هارون عجز عن حل القضية أخذ برأسه يجره إليه، ولما ركب مع الخضر عليه السلام أنكر على الخضر 3 مرات. وهذا كله يدلك على شخصية من؟ على شخصية موسى. لكنه في هذا الموقف لم يكن بالحالة التي كان عليها في الأحوال السابقة، فقال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وهذا بالطبع
يراه البعض مخالفا لشخصية موسى عليه الصلاة والسلام، يراه البعض مخالفا لشخصية موسى عليه السلام، ونحن لا نجزم، لكن قال بعض الناس إن معنى وإن لك موعدا لا تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه بمعنى أنه أرجع، فقالوا إن السامري هو الدجال، السامري هو الدجال الذي يظهر في آخر الزمان، وإن قول الله فإن لك موعدا أي موعد تخرج فيه خروجا كليا للناس. أقول الدجال غيب ولا يمكن أن يقطع بهذا التأمل، لكن التأمل هذا يدل على أن هناك حظا من النظر والتأمل في القرآن، فهو غير مقبول لكنه لا يستبعد، غير مقبول لكنه لا يستبعد، والعلم عند الله. من هذا الخبر القرآني كله نفهم أن الإنسان إما أن يكون رأسا في الخير أو أن يكون رأسا في الشر، وأبى هذا الشقي بما ساء من سريرته وساء من طينته إلا أن يكون شقيا فضل وأضل. لكن الله جل وعلا تاب على بني إسرائيل كما جاء هذا في آيات عديدة، ولم يذكر الله جل وعلا أنه تاب على السامري. والمقصود أن الفتن تظهر بين الحين والآخر، ويجب على الإنسان أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن الفتن إذا أقبلت لا يفقهها إلا العلماء، فإذا انتهت وأدبرت فقهها الجميع. ومن هنا كان ينبغي أن يكون للإنسان حظ من العلم الشرعي، فإن لم يكن له كذلك فلا أقل من أن يسأل أهل العلم والذكر الموثوق بدينهم المؤصلين علمهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعموما السامري رجل من بني إسرائيل أضله الله جل وعلا على علم، وبنو إسرائيل هم قوم موسى عليه الصلاة والسلام، كما أن فيهم أبرارا وأخيارا وصالحين، فيهم من حاد عن الصواب وغير ما أفاء الله جل وعلا عليه من النعم، والبعد عن هدي الأنبياء وعدم الاقتباس من سناهم إنما يجعل الإنسان سافلين، أعاذنكم من ذلك. كل ذلك كما بينا مر في وقت خروج موسى عليه الصلاة والسلام من أرض مصر ومكوثه مع قومه في أرض التيه. وقد صحب موسى عليه الصلاة والسلام في تلك الحقبة أحداث عظام، منها هذا الموقف مع السامري، ومنها خروجه عليه الصلاة والسلام للاستماع من الخضر كما قال الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا علما. هذا كله حصل وموسى عليه الصلاة والسلام في أرض التيه، كما أنه حصل أن الله جل وعلا رفع الطور عليهم كأنه ظل، هذا حصل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام في أرض التيه. والمقصود مات موسى بعد ذلك ثم مات هارون، وبهذا انتهت مرحلة من حياة بني إسرائيل. هذا ما تيسر إيراده وتهيأ إعداده حول خبر السامري، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. الأعلام في القرآن رحيق الطهر والإيمان.